انا بقى عايز احكي لكم موقف مع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقه طبعا المواقف دي لما الواحد بيحكيها، عارف انت يا ابو ريان، الواحد يعني الناس بتحس انك بتحكي افلام يعني، بس يعني الكلام ده حقيقي والله العظيم، وكل حرف انا صادق فيه وزمايلي شاهدين على ده. في يوم انا في سنه 5 في الكليه، في كليه الطب يعني، طبعا احنا بنقعد نمتحن يجي بتاع شهر ونص امتحانات في ماده واحده يعني خلاص. فانا بقى ايه يعني، انا واصل زاحف، انا بزحف على بطني. فالمهم في امتحان شفوي في الاخر خالص كده، في امتحان شفوي. طبعا الشفوي ده الرعب بتاع اي حد في الحياه عامه يعني. المهم ان انا رايح الامتحان، انا ذاكرت شويه حاجات وما قدرتش اذاكر غيرها يعني، انا ذاكرت حاجات ورايح في السكه عمال اصلي على النبي طول الطريق بنيه انه يا رب انا يعني ايه، وفقني، انا عايز النهارده ارجع وانا مجبور الخاطر. والله العظيم وصلت الامتحان، اكتشفت بقى ان انا امتحاني مع الايه، عارف انت حيتان الدفعه ودود الكتب، عارف انت الناس اللي هي ايه عارفه كل حاجه في المنهج وانا راجل غلبان يعني خلاص. فالمهم وصلت غلبان والله اقسم بالله، انا بالنسبه لهم الناس دي بتجيب 99% كل سنه، فاهم قصدي يعني، بخش كليه طب كل سنه يعني، فاهم، كل سنه بيجي انا جوه الكليه تاني. المهم وصلت، فاحنا طبعا الشفوي بيتم ازاي، احنا واقفين فاهم، وكل شويه واحد يطلع ياخد واحد ويدخله، خلاص كده يخلص ويطلع وياخد واحد ويدخله، وهكذا يعني فاهم انت، خش على الاوضه جوه، اوضه الاعدام الاستجواب جوه. فالمهم كل شويه حد يدخل ويطلع، فاحنا بنبقى ملمومين، طلبه فاهمين ده، بنقعد نساله بقى الدكتور سالك في ايه، طب جاوبت بايه، طب الاجابه ايه. المهم كل ما واحد يدخل ويطلع يقول اسئله انا اول مره اسمعها، انا مش عارف ايه ده اصلا يعني قصدي يعني، هو ماشي واحد التاني نفس الكلام، كل واحد يدخل يطلع باسئله جديده. انا طبعا بدات اتوتر، بدات اقلق، وبدات احس ان انا هخش جوه هيداس على وشي دلوقتي، وشي هيتعمل دواسه. المهم والله العظيم واحد طلع، فانا رحت ساله وقلت له الدكتور سالك في ايه، سؤال خلاص. فقال لي والله الدكتور سالني في السؤال كذا واجابته كذا. فانا رحت ماسكه بقى ما اعرفش ليه، قلت له لا قول لي الاجابه تاني، راح قالها لي تاني، قلت له قول لي تالت، قال لي الاجابه وحفظتها خلاص. المهم انا بقى من شده التوتر مش عايز استنى اكتر من كده، ورحت داخل خلاص. فدخلت بقى لقيت طبعا الغرفه كبيره وكل دكتور قاعد مع واحد المهم يعني انا دخلت لقيت الدكتور اللي انا داخل عليه متعصب جدا وعمال يقول لي يا محمد يا محمد وانا داخل عليه فاهم، هو بيندع على محمد اللي هو العامل بتاع المكاني خلاص، عم محمد. طبعا انا داخل هو متعصب انت فاهم، وانت داخل اصلا يا دوب سؤال واحد من اللي انت خدته من على الباب وداخل بنور اللي هو عمال اصلي على النبي ويقول يا رب استر. المهم رحت قاعد، والله العظيم يا اخوه اقسم بالله الدكتور راح سالني السؤال اللي صاحبي قالهولي على الباب بره. انا قلت يا فرج الله لسه بقول الاجابه خلاص، هو نادى على عم محمد وعم محمد لسه جاي اهو خلاص. فانا بدات اقول الاجابه، قلت له يا دكتور الاجابه دي في 4 نقط، النقطه الاولى، رحت قايل النقطه الاولى، لسه بقول النقطه الثانيه لقيت الدكتور لا 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 يا محمد يا ابني تعالى يا ابني التكييف هيموتنا من البرد. الدكتور قاعد، التكييف ضارب في الدكتور من بقاله ساعتين من الصبح، الدكتور اتجمد خلاص. فقدر ربنا بقى، تبص بقى تدبير الله الموقف يعني، قوم عم محمد جه وعمال يدوس على الزرار مش راضي يحرك الريشه، دوس على الزرار مش راضي يحرك الريشه. قمت انا قايل للدكتور، قلت له يا دكتور انا ممكن احرك لحضرتك الريشه خلاص. قال لي هتعرف تحركها؟ قلت له اه يا دكتور بس بعد الامتحان ان شاء الله، اول ما اخلص مع حضرتك هقوم اظبطها. قال لي لا 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 دلوقتي تقوم دلوقتي والله العظيم رحت قايم ورحت رحت قايم كده حاطط يعني، وقفت على مكان عالي كده ورحت عادل الريشه لفوق، قلت له تمام كده يا دكتور قصدي كده تمام. قال لي ايوه كده يا اخي، ايوه تعالى بقى تعالى. رحت نازل رحت قاعد خلاص. فالدكتور بيقول لي كنا بنقول ايه بقى يا دكتور ابراهيم، السؤال كان ايه؟ قلت له يا دكتور حضرتك سالتني، لسه هقول له السؤال عشان اقول الاجابه، اقول له لسه بقول له حضرتك سالتني قال لي بقول لك ايه، قوم يلا فول مارك روح. سبحان الله والله العظيم يا قمصان انا خرجت، العيال بقى واقفين على الباب مستنيني بقى فاهم، لان انا طلعت بسرعه جدا فاهم انا طلعت بسرعه جدا فاهم. فالعيال السؤال ايه؟ الدكتور سالك في ايه؟ قلت لهم والله يا جماعه انا دخلت عدلت ريشه التكييف وطلعت. فالعيال عمال تبص لي عارف انت، لا بطل صفار بقى اسلك بقى يا اخي سيبوكم الشغل ده بقى يا عم قلت لهم والله يا جماعه دخلت عدلت ريشه التكييف وخدت الفول مارك، خدت درجه نهائيه وطلعت. والعيال الى يومنا هذا مش مصدقيني يعني، هم مش مصدقين ان انا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم جيت سالت واحد ايه. انت قلت لهم
ما انا قلت لهم على ايه؟ على الصلاه على النبي. انا قلت لهم ما هو مش في حد. الناس يا عبد الرحمن مش بتصدق الا الحاجه اللي شايفاها كده، فاهم قصدي؟ يعني التليفون ده قدامي لكن صلاه على النبي يا عم وكلامي انا واخد بالاسباب واجتهدت وسالت. بس سبحان الله، شوف اللفه دي كلها عشان اعدل الريشه واصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك الجمله اللي انت بتقولها اللي هي بتاعت الناس ما بتشوفش الا اللي قدامها. انت ذات نفسك انت لو اتقال لك طول السنه ان الامتحان ده انت هتخش تعدل في الريشه وتخرج، وقعدت طول السنه تعدل فريش بدل مش هتعملها كده. صحيح. انا عايز اقول لك ان انا حصل معايا موقف اصلا خلاني اتجننت بسبب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. انا كنت في معهد اعداد دعاء. المعهد دوت كان مهم جدا بالنسبه لي لانه هينقلني نقله معينه في حياتي. فكان المعهد ده المدير بتاع المعهد ده غليظ جدا وبيمشي على الرولز بطريقه غبيه. ولما حد يجي يتكلم معايا بقول لك ايه مفيش الكلام ده. وكان في بتاع 20 يوم او 21 يوم لو غبتهم في السنه انت تترفد خلاص شكرا مش هينفع تيجي المعهد ده تاني. المهم انا بقى كنت طبعا شغال فكنت بروح بعد الشغل فاحيانا اتاخر. فانت لو اتاخرت بالظبط 10 دقائق بيغيبك اليوم ده. فكان فاضل لي يوم واحد بس لو انا غبته او اتاخرته خلاص كده اترفد من المعهد. وانا كنت اول المعهد ده سنتين وانا السنه الاولى كنت جايب جيد جدا وعامل حساب ان انا في السنه الثانيه اجيب جيد جدا برضو فعشان ايه يعني اجيب درجه كويسه واخد شهاده كويسه يعني. المهم اليوم ده في الشغل حصل لي مشكله ومش هينفع يعني مش هينفع تمشي في الوقت اللي انت هتلحق فيه هناك. المهم خلصت المشكله دي بسرعه من عند مكاني. كنت انا في مدينه نصر الشغل والمعهد ده في العباسيه. من مدينه نصر العباسيه على الاقل كده ساعه الا ربع عشان اوصل يعني. وفاضل نص ساعه على الميعاد اللي انا اروح فيه وبناء عليه بقى هتكتب غياب او لا. فانا خلاص يعني انا دلوقتي عارف ان انا كده هروح وهتكتب غياب وهترفد. فالشيطان عمال يقول لي ايه طب انت هتروح تعمل ايه؟ ما هو انت لو رحت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هتتكتب غياب والراجل هيهزقك. ما هو بيقعد بقى يتكلم كلام وحش غليظ والله غليظ جدا ويقعد بقى يقطمك يحسسك ان انت يا عم طب والله طب افرض المواصلات كانت زحمه ماليش فيه واحنا بندرس دين اصلا. المهم فقلت بص يا محمود اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك توكل على الله وصلي على النبي واركب الايه الميكروباص وروح. المهم ركبت الميكروباص بتاع رمسيس وكان فاضل لي نص ساعه واروح والدنيا زحمه وانا اصلي على النبي واتاخر واصلي على النبي. المهم رحت المعهد. انا طبعا بصلي على النبي بنيه ان ربنا يلين قلب الراجل ده عليا. والله قسما بالله انا كنت بصلي على النبي وانا عندي يعني يقين شديد ان ربنا فعلا هيلين قلب الراجل ده عليا بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم رحت كنت متاخر تلت ساعه وانا بقى داخل المكتب ما انت لازم تخش تمضي وانا عمال اقول يا نهار ابيض على اللي هيحصل دلوقتي هيديني بص شويه كلام هسيب المعهد وامشي. المهم اول ما دخلت عليه بص يا ابراهيم والله العظيم انا مش عارف ايه اللي حصل. انا اصلا قعدت طول اليوم ده مذهول. اول ما دخلت عليه قال لي حوده قلت له حوده قال لي حبيبي اخي هنا في مستشفى المجانين صحيح حضرتك يا استاذ مش هقول اسمه. فقال لي تاخرت ليه؟ ده انا مستنيك. قلت له مستنيني انا؟ ايوه انت الوحيد ينزل لك دلوقتي. قلت له حبيبي والله. قال لي امتى مضيت. قال لي خش يلا ربنا يوفقك انت حبيبي يا محمود. قلت له انت حبيبي والله العظيم صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم الصلاه على النبي قسما بالله كنز يغير بص نواميس الكون تتغير لك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. حصل والله العظيم صلى الله عليه وسلم مع الاخذ بالاسباب. اكيد ما انا رحت اهو. خلي بالك ان انا ركبت الميكروباص ورحت. في ناس معتقده انا اتاخرت الساعه الا ربع وهو ساعه وهو خلاص الميعاد بعد نص ساعه فلا بقى انا هقعد لحد السبحه صلى الله عليه وسلم. طب قوم يا ابني اركب هصلي على النبي. او هيفقد الامل ويقول خلاص انا مش هروح. وانا كده خلاص كتبت غياب واترفدت فمش هروح. فاهم؟ لكن فكره ان انت تاخد بالاسباب مع اليقين في وعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الموضوع منتهي. حصل معايا الموضوع ده فعلا. انا في مره قبل كده بص انا الطبيعي بتاعي ان انا كان قبل الغلاء بنزين والحريبسات والكمبوزات دي كنت بفول العربيه باشا ولو هتنزل لحد نص التانك بس وبعد كده هفول تاني لحد اللي حصل ده وبقيت الحمد لله رب العالمين اخر التفويله اصلا نص التانك. يعني انا بمشي العربيه لحد ما تقول لي خلاص اللي ب 3 كيلو وربع هو مفيش نفس عشان بس ما توجعش دماغك بس. فاللي حصل يا باشا ان انا كنت راجع في مره انا يعني اسمه ده حمايه وكده وراجع مع زوجتي ومن مشوار بقى مثلا ايه يعني في وسط البلد جوه مثلا ناحيه المصري الجايه والحتت دي والحدايق
وانا بقى راجع في طريق سفر رايح هطلع على طريق السويس ومشوار بعيد جدا رايح الشروق. فاللي حصل بقى يا باشا ان انا مشيت وطالع على الطريق، قلت ايه، لقيت خلاص هتبتدي اللمبه بتاعت الاحتياطي تنور، وانا اصلا ما عنديش احتياطي، اللي هي لما بتنور بتقولي خلاص فاضل لك 10 متر وتحط بنزين. 10 متر مش كيلو، 10 متر. فقلت صباح الفل ان شاء الله باذن الله هلاقي بنزين على اول لما اطلع على الطريق وايه واحط بنزين. انا ماشي مفيش بنزينه خالص، طالع على الطريق خلاص وبقى طريق السويس هيبقى قدامي، مفيش بنزينه بقى غير مثلا بعد 15 كيلو في نفس الطريق اللي ناحيتي انا. فمش عارف اعمل ايه. المهم ايه، يعني بدات اول لما طلعت على الطريق العربيه بدات تنتش، وبقى خلاص اللي هو بتقول لي ما فيش بقى انا واقفه هنا، شوف بقى روح بنزين وتعالى مش عايز اشرب. فانا وزوجتي والله العظيم احنا صلاه على النبي، واحنا طبعا مرعوبين، يعني انا مرعوب بس انا هعمل ايه بيها دلوقتي انا والعربيه وانا عارف اصلا مفيش بنزين كمان، فعشان انا اجيب ازازه واحط بنزين. المهم انا مشيت شويه لحد ما لقيت بنزينه على شمالي الناحيه الثانيه، عديت طريق السويس على رجلي، ما هو انا عشان الف بالعربيه انا كده هروح السويس وارجع فاهم، فمش هينفع. فرحت معدي على رجلي وايه، ورحت داخل البنزينه بازازه فاضيه كده زي الشاطر كده، لو سمحت بعد اذنك بص الناحيه الثانيه. راح بص العربيه وزوجتي بص والله يعني اهو، فبعد اذنك عايز شويه بنزين بس. قال له ممنوع. فانت مش لا ممنوع والله مش هينفع. طب يعني طب انا هعمل ايه دلوقتي انا واقف؟ طيب قال لي خش المدير المحطه، ويمكن مدير المحطه ما قالش حاجه زياده عن ممنوع برضه. رحت انا ماشي والله العظيم ما عارف جوايا في حسبنه ومش عارف اعمل ايه، هو عندهم حق بس انا طب اعمل ايه. فعديت الناحيه الثانيه يا باشا، وزوجتي بقى لقيتني راجع ما شاء الله الازازه مليانه هواء. هنعمل ايه؟ هنكمل صلاه على النبي. هعمل ايه تاني والله العظيم صلى الله عليه وسلم. اللمبه نورت خلاص اصلا من بدري، والمفروض ان انا احط بنزين. انا طلعت على كملت الطريق بتاعي طريق السويس والله العظيم مثلا حوالي انت بتتكلم في 15 20 كيلو احنا ماشيين بالصلاه على النبي. المفروض التانك ما فيهوش بنزين خالص، هو في حد عمال يزق العربيه من ورا انا ما اعرفش مين بقى فاهم، يعني في حد يزق العربيه من ورا والله لحد ما لقيت بنزين قلت الحمد لله بنزين اهي. انا اصلا بعمل ايه عارف انت لما بتيجي تريح للعربيه ما تدوس بنزين تريح العربيه تجري شويه بعد كده تقوم مديلها تنتيش البنزين تقوم تجري شويه لحد ما وصلت عند البنزينه. والله العظيم اول لما وقفت عند الحته اللي بتحط منها البنزين دي العربيه راحت مبطله سبحان الله. اقسم بالله عند بتاع انا الراجل نفسي عايز انزل اقول له انت مش متخيل اللي حصل. انت شاركت في معجزه دلوقتي بقى. فالصلاه على النبي فعلا انا يعني انا عايز اقول لك فعلا لو في اي موقف تاني انا كان زماني اتسوحت، بس فعلا واحنا الاثنين ومؤمنين جدا ان الصلاه على النبي ساعتها هي اللي فعلا وصلتنا للمرحله دي. فالحمد لله رب العالمين يعني الصلاه على النبي. اللهم بارك اللهم بارك. لا انا الموقف اللي حصل معايا بصراحه كنت جاي من دبي على مصر، فطبعا بقى نازل شنط ومعبي ونازل. انا اشيل الشنط تقيله، وانا من طبعي ما بحبش اوزن حتى نفسي، ما بحبش اوزن نفسي خالص، بخاف والله. انا غلط بس خليني غلط كام في المية، لا خايف. تمام ما وزنتش تمام، بس في زياده، وانا متوقع ان في زياده. طيب قبل الطياره بيوم براجع طبعا التذكره، براجع الدنيا، فاكتشفت ان التذكره مكتوبه باسمي اللي في البطاقه، ما فيهوش اسم الشهره اللي هو البهنسي. حلو. وانا بحجز التيكت على الكمبيوتر كتبها الاسم الاول اسامه والاسم الاخير بهنسي، فالتذكره طالعه باسم اسامه البهنسي، والباسبور اسامه 3 اسماء تانيين ما فيهمش بهنسي. فقدام العالم بني ادمين مختلفين. فطبعا قلق وتوتر وصحيت الصبح الشنط تقيله. انا من الساعه 4 للساعه 5 او 5 ونص من تحضير بقى الشنط ومروحي للمطار، انا قلت ايه ليس لها من دون الله كاشفه. صلى الله عليه وسلم في السبحه يا ولدي، صلى الله عليه وسلم. ايه اقصى حاجه ممكن تتعمل؟ هيدفعوني الوزن وهشوف ايه حوار التذكره ده. رجعت خلاص مفيش مشكله ان شاء الله خير. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. رحت في طابورين، اخش ده ولا ده؟ لا ده. دخلت حصلت فيه مشكله، واحد واقف كده اقرع وبدله يعني واقف قدام الموظف اللي قاعد على المكتب تمام. قمت ساعد نفسي لا مش عايز ده، قمت ناقل على الطابور التاني، عمال اقرب وعمال اسال حد معاه وزن زياده، حد معاه وزن ياخد مني وقت. مفيش. ولو اتحلت انا في مشكله اكبر اصلا مش هتسافر. انا مش انا اصلا بقى. فدخلت على الموظف
لسه او قبل سلام عليكم. قلت له باشا انا معايا حوالي 15 16 كيلو زياده. عالدغري كده بقى. انا هين نفسي احسن ما غيري يهني وش. قال لي ايه ده بجد؟ انت مش قلت له لا والله مش بهزر انا مش جاي انكت عليك في شغلك يعني، لا بجد. قال لي طب حط الشنط على الوزن. فحطينا الشنط طلعوا حوالي 16 17 كيلو زياده. قلت له هنعمل ايه؟ وانا بقى اتمسكنت كده بقى هنعمل ايه؟ فلقيته بيقول لي والله انا مش عارف اعمل لك ايه بصراحه، بس ثانيه واحده انا دي لك الاستاذ فلاني ممكن. قلت له لا الاستاذ فلاني لا اقرع ابو بدر لا انت انا هربان. ما تناديهوش. عرفت تمشي الدنيا بعيد عن الاستاذ فلان ما مشيها، ما عرفتش خلاص ما تناديهوش. فقال لي طب استنى. قعد يعمل حاجات على الكمبيوتر ومش عارف ايه. قال لي بص اللي انا هقدر اعمله معاك هحسب لك 5 كيلو. ما هو اصل لازم احسب وزن زياده. قلت له ماشي. الراجل ده راح في داهيه دلوقتي بس مش هقول اسم ولا اقول مطار ولا اقول اي حاجه خالص. وما كانش في مطار دبي. لا والله ما كانش في مطار دبي بدون ذكر اسماء يا محمد. تمام. فقال لي هحسب لك 5 كيلو. قلت له طيب. انا بقى من جوايا عم خش على التقيله. ما هو خلاص حسب الوزن هياخد بقى التذكره والباسبور عشان يطلع لي التشيك ان. انا واقف قلبي بوم بوم بوم. فانا بقول له هتحتاج الباسبور؟ حضرتك هتحتاج الباسبور؟ قال لي لا مش لازم. قول لي اسمك ايه؟ يا نهار ابيض. قلت له نعم اسامه سعيد كذا كذا. مش البهنسي. هو ما يعرفش بقى الكلام ده جوايا ما تفضحناش. فكتب. فلقيته ولا قال لي فين التذكره سبحان الله، ولا قال لي فين الباسبور، ولقيته بيديني التشيك ان. سبحان الله. انا حاسس في حاجه غلط. هو بس امشي كده يعني حضرتك مش هتشوف الباسبور؟ اقسم بالله العظيم هذا حصل. ولا شاف الباسبور ولا شاف التذكره، وخدت اللي هي التشيك ان اللي بخش بقى بيها على البوردنج ومشيت. لك ان تتخيل ان انا تقريبا زدت فيها بقى ولا حاجه. تمام. حصل نفس الموقف في مره تانية. تمام. برضو نفس النظام، الاسم باللقب حاجه والاسم في الباسبور حاجه. دفعت فيها فوق 1500 درهم عشان تعرف ان هي في الصلاه على النبي. شئت ام ابيت. صلى الله عليه وسلم. فحرفيا تكفى همك. صح. لا وفي حاجه تانية احنا بننساها، خلي بالك. يعني هي تكفى همك والدنيا جميله وكل حاجه، بس تخيل بقى ان احنا كل ده بتصلي على النبي عشان الدنيا، وفي اجر عمال يتشلك في الاخره هوب 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 عشان كل الصلوات اللي انت عمال تصليها دي، فتبقى دنيا واخره عشان خاطر بس انت بتصلي على النبي. بس ما عادش حاجه ثانيه. يغفر لك ذنب اه يعني اثنين تكفى ويغفر. خلي بالك ان كتاب الهم هنا مش هم الدنيا بس، تكفى همك في الدنيا وفي الاخره. فاهمني؟ فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كنز لازم نتعلق بيه. طبعا التعلق بالله عز وجل اولا، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ادانا المنحه دي. صح. ان انت لما تصلي على حبيبه صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ يصلي. ينقذك صح. حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويكأن واخدين بالكم ان سبحان الله المعجزات او لا بلاش معجزات، مش معجزات خالص، كرامات. باشا. المواقف اللي مش من السهل ومن الطبيعي انها تحصل دي حصلت في الدنيا، في الحاجات اللي احنا صعب. يعني انا اتوقع واتخيل يعني واظن ان كتير جدا من اللي بيشوف الفيديو ده ماشي يا عم صلى الله عليه وسلم يا عم ماشي، مش مدرك، مش لامس زي ما قلنا في القصه بتاعت هو مش هيوقن. هو ممكن يصدق لانه واثق فيك ويظنك على خير، لكن مش هيوقن فعلا وقت ما يتحط في ضيقه على طول يجري على الصلاه على النبي الا لما يتحط في موقف ويشوفه بعينه. فدي تقيله، دي وقعها ومش سهل انها تحصل. تمام. فما بالك تظن ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك في الدنيا تشوف ده، يقول لك ما تصدق بقى ما هيغفر لك ذنبك. وصلت؟ صح. انا جميل. اللهم بارك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.